مبروك الكن انتوا كلكن مبروك. اي والله. بعد أيام من سقوط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، عاد الممثل السوري مكسيم خليل إلى وطنه مبتسما ليتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي. ووصل النجم الشهير الذي غادر سوريا أيضا مع زوجته عقب احتجاجات عام 2011 إلى دمشق اليوم الخميس في زيارته هي الأولى له منذ 12 عاما بعد غياب قسري عن وطنه. وعبر خليل الذي لعب دور بشار الأسد في مسلسل ابتسم أيها الجنرال عن سعادته في مقطع فيديو نشره هادي العبد الله وهو صحافي في حمص يوثق لحظة وصوله إلى سوريا، ووجه تهنئة إلى الشعب السوري قائلا مبروك لكم أنتم مبروك. وفي الخلفية يمكن سماع أغنية الفنانة إصالة ارفع صوتك فوق أنت سوري حر. فيما كتب الصحافي السوري هادي العبد الله تعليقا على المقطع الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، عاد الجنرال مبتسما. وكان مكسيم قد كشف في 2021 عن تلقيه العديد من التهديدات من قبل موالين لنظام بشار الأسد في سوريا قبل أن يضطر لمغادرتها بسبب معارضته للنظام السوري. وعرف خليل وزوجته سوسن إرشيد بين الفنانين السوريين المعارضين لنظام بشار الأسد، وعاشوا نحو 12 عاما خارج سوريا. وتوفيت والدة مكسيم عام 2021 دون أن يتمكن من المشاركة في حضور تشييع جنازتها. يذكر أن مسلسل ابتسم أيها الجنرال الذي عرض للمرة الأولى في رمضان 2023 جري تصويره في تركيا، وكان غالبية الممثلين من معارضي نظام الأسد في سوريا، وهو من إخراج عروة محمد وتأليف سامر رضوان، وبطولة مكسيم خليل وعبد الحكيم قطيفان وسوسن إرشيد. وتدور أحداث العمل حول أسرة حاكمة متجبرة استولت على مقاليد الحكم في البلد، وينشأ أثر ذلك صراع بين شقيقين أحدهما ورث الرئاسة عن أبيه ليتمركز محور الصراع خلال الأحداث حول السلطة والنفوذ في البلد من دون مراعاة مصلحتها أو حقوق مواطنيها. وبس لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات وتضغط لنا لايك للفيديو ده. السلام عليكم.